الوين صلاح Mo Salah, running down the lane. Salah, the Egyptian king. Mo Salah, running down the lane. Salah. ازيكم وحوش. قبل ما نبدأ فكرة الفيديو حابب بس هتكلم اقول كلمتين. اول حاجة، ربنا يرحم الفنان الكبير هاني شاكر والفنان والممثل العظيم عبد الرحمن ابو زهرة، ربنا يرحمهم، كانوا تاريخ في الغنى وتاريخ في التمثيل، ربنا يرحمهم. وتاني نقطة انا بتكلم وبارك، كان في الفيديو ده قبل يومين او 3 ايام كان برشلونة كسبت الدوري، وانا بشجع برشلونة. اصلا في ناس ما تعرفش انا بشجع برشلونة، انا بشجع برشلونة والليفر عشان صلاح فيها، والاهلي صلاح يروح اي حته انا اشجعه فيها. الف مبروك طبعا لنادي برشلونه، وما طبعا متوقع، وهارد لك بقى الريال. تاني نقطه برضو بتكلم فيها، او تاني فرقه بشجعها برضو ملهاش دعوه باللي انا بتكلم فيه، اللي هو ارسنال، بشجعها في الدوري بتاعها. الف مبروك مقدما، ان شاء الله خلاص اخر ماتش ان شاء الله تلعب وتكسب وتاخدها. الف مبروك يا سري، ويا ربنا معاكم في اخر ماتش بتاع دوري ابطال اوروبا، يا رب تكسبوها. النفسي بشجعكم انتوا، يا رب تاخدوها. نبدا بقى فكره الفيديو. هنتكلم عن تقييم اهداف محمد صلاح. هنتكلم النهارده هنقول احسن 3 اهداف لمحمد صلاح في كل فرقه. لو ليك في الكوره او بتحب محمد صلاح كمل الفيديو. اما يا ابن عمي لو مالكش في الكوره ولا تعرف محمد صلاح ولا بتحبه، بعد اذنك من غير ما ترد اطلع بره، الفيديو ده مش ليك. صح، نسيت نقول لك حاجه صغيره. محمد صلاح لحد دلوقتي مش مستقر على نادي، او لسه الاخبار مش مؤكده ان هو هيروح نادي معين. اهم حاجه ايا كان المكان اللي هيروحه او الفرقه اللي هيروحها، انا هفضل اشجعه وبحبه مهما كان، وهيفضل افضل لاعب في العالم. يلا بينا نقيم بقى اهداف محمد صلاح. هنبدا من البدايه بتاعته، بدا فين؟ في المقاولون. نقيم نحن زي ما انتم عارفين او هتعرفوا، نحن بنقيم افضل 3 اهداف في كل فرقه لعب فيها. نبدا بالمقاولون كده، نبدا واحده 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 واحده. يلا بينا على الفرقه الاولى. محمد عادل اتنقلت الكوره، موسى كبيرو حلوه على الارض، والهجمه منظمه لفريق النادي العرب. لو فاز هيبقى في مشكله. محمد صلاح ينطلق يخترق يروح، هنشوف هيسدد. جوه جول محمد صلاح. الله عليك، تسلم رجليك يا ابني. حاول وراوغ وسدد وصوب وهدف لفريق العرب. يتقدم فريق المقاولين العرب على سموحه بهدف ثاني. باك هناك عبد الرحمن فاروق اللي بيلعب هو بالطرف اليمين، لان ما عملش ولا هجمه. عبد الرحمن الشوط الثاني كابتن طارق مثبته عشان الكابتن رضوان رن عليه محمد صلاح. وادي اهو محمد صلاح اللقطه معانا ظاهره، وعلى طول عبد الرحمن فاروق على طول بيطلع حليم قبل عليها كمان لانه رجله مظبوطه على المرمى. حط بينيه، خطر الغلطه بجول. قلت لحضراتكم الجونه لم يهزم في اي مباراه في ال10 مباريات اللي لعبهم من قبل في الدوري. هل تكون اول هزيمه ليه في لقاء اليوم؟ لاني كان في محاوله للمرور والاختراق، تمريره من علاء كمال، استلام الى باسم علي. كمال عايز يعمل الاوفرلابنج ولا ايه؟ صلاح يستلم. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب يا كبير، والله لعيب كبير. مش ممكن اللي بيعمله الولد ده. بص صلاح، بص يا ولد، بص يا ولد، بص يا ولد، بص المهاره يا ولد. بس زي ما انتوا شفتوا كده الفرقه الاولى المقاولون، كان طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين لسه البدايه وبتاع، بس تخيل جاب هدف في الاهلي، وانت عارف الاهلي زمان كان عامل ازاي، كان تقيل. فيلا بينا على الفرقه الثانيه. فنبدا بالفرقه الثانيه وهي بازل السويسري. يلا بينا.
اوبا كده نخش، خلصنا بازل، نخش على تشيلسي. حضرتك بتقول ايه؟ شوف صلاح عمل ايه، هيجيب كام. اعذروني لو بجيب الاهداف ورا بعض، بس ايه عشان ايه يبقى مره واحده، بدل ما اقول لكم ادي ده الجون الاول وده الجون الثاني وده افضل جون الاخير، بجيبهم لكم من احسن الثلاثه واحطهم لكم مع بعض في الفيديو واحد. يلا بينا على اهداف تشيلسي، يلا بينا. being replaced by Mohamed Salah. 15 going into this, and it's getting worse. And Salah is onside here. Salah behind him, penalty. Matic, great cutback. Salah. بعد كده بعد ما رجعنا من اهداف تشيلسي، طبعا كانت البدايات صعبه مع صلاح، بس انت فاهم واحد من مصري يروح من المقاولون، يبدا في المقاولون بعد كده يروح بازل، او يعني كان يروح تشيلسي الاول او بازل او فيورنتينا، بس ما يروح على طول للدوري الاجنبي، يعني يحترف على طول، مثلا مش يروح الاهلي الزمالك، لا احترف على طول، يوصل للحاجات دي، ده انجاز في ذات نفسه وفي ذات وقته. ودلوقتي عمال يتصاعد واحده في واحده، بازل، تشيلسي، مش عارف فيورنتينا، روما، ليفربول. لاعب اسطوره يا جدعان، ده لاعبي المفضل برضه، ما ينفعش ما اتكلمش عليه. ايه يا جدعان ايه في، يلا بينا على فيورنتينا، يلا بينا. Reti cambio. ماشي. بعد ما شفنا فيورنتينا والاهداف اللي جابها، طبعا هيك شايفين برضه بيعلي كل ما مره، بيعلي عن نفسه، خش على مرحله بقى النجوميه اكتر والشوفه اكتر ولعب مع اساطير اكبر. يلا بينا مع روما، يلا بينا، بس هنمشي من هذه روما، يلا بينا. محمد صلاح، كثير من صافرات الاستجابة التي ستكون موجهة على صلاح في بداية في مباراة اليوم. محاولة من جانب جيكو، صلاح نفسه يحاول، محمد يبحث عن كرة عرضية، الدفاع يتدخل يساعدها ناينغولان إلى محمد صلاح. شوف صافرات الاستجابة حولها في مباراة اليوم. صلاح مرة أخرى محاصر يلعب كرة، الله، والتصريح للتسويق لا أكثر ولا أقل. يدرك سباليتي مدى صعوبة المهمة أمام ريال سيزو، لكن روما يفكر بالشارع المحلي بالمركز الثالث، هدف يعطيهم دفعة كبيرة من أجل ثاني. كرة عند صلاح يبقى الكرة الوان تو، صلاح تسديدة في المرمى، في المرمى صلاح، في المرمى صلاح، إلى نفسه إخارة ليفيانا. بعد ما جينا من روما نخش بمسك الختام وهو الليفر اخر فرقه. لما كنت بصور الفيديو ده كان لسه في كلام انه ممكن يروح اتلتيكو مدريد، مش عارف عليه يروح ولا لا، بس دي خطوه حلوه، يا رب ربنا يكرمه. لكن مهما راح اي مكان انا معاك يا صلاح، بعشقك يا جدع. يلا بينا على ليفربول. أفضل 3 أهداف في تاريخ الفرعون المصري محمد صلاح. الهدف رقم 3 لمحمد صلاح هو هدفه ضد برايتون عام 2018 اللي حاصل على جائزة بوش. هدف بيجن جنون المدرجات، بيوقع الأول وبيعدي التاني وبيحطها كيرف أسطوري. وأما عن الهدف رقم 2 لمحمد صلاح هو هدفه ضد تشيلسي عام 2021، هدف أسطوري من الفرعون المصري في المقص. وأما عن أفضل هدف في تاريخ الفرعون المصري محمد صلاح في نص نهائي دوري أبطال أوروبا ضد نادي روما، سجل هدف خرافي في الزاوية 90. محمد صلاح جول أم لا؟ صلاح. وطبعا بعد ما انتوا شفتوا العظمة والجمدان
بتاع اهداف الليفر، وكل ما قلت لكم مره بيتصاعد وجاب اهداف، والاهداف دي خد عليها جوائز، الهدف نفسه خد عليه جايزه. فيا ابني عمي والله انت عظيم يا ولدي، وطبعا لازم تستحق ان انت تبقى في المكانه دي واحسن من كده، ويبقى ليك لعيبه بتفرح بيك، وعيال صغيره بتبقى انت مثلها الاعلى ولعيبها المفضل. حقك يا ولدي. بس كده يلا بينا على نهايه الفيديو، مش هنختم هنا، هنختم في مكان حلو. يلا بينا، شاو. بس بعد كده يعتبر كده وصلنا لاخر الفيديو. بس قبل ما انهي الفيديو عايز اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المعلومه ان صلاح ممكن يروح اتلتيكو مدريد، ولو بتسالوا انا عن رايي، انا يا ريت يروح اتلتيكو مدريد. اهم حاجه ما يطلعش من بره اوروبا، لكن الدوري السعودي ولا الدوري المصري يا ابن الحلال انت بتبني تاريخ، فاحسن لك زي ما انت خليك في اوروبا، وربنا يكرمك في اتلتيكو مدريد. بس يا جدعان زي ما انتم شايفين نختم على هنا، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام. ده نوم وناس بتطلع في العلالي، وناس بتطلع من الهدوم، ناس عايشة فوق البساط، وناس عايشة حياتها قصاد، وناس لابسة حرير في حرير، وناس نايمة على البلاط. ناس عاشتها ارتاحت، ناس راحتها فاحت،